تدي لا كوب دافريك. وين تقدر تشوف المنتخب هذا يقدر يوصل؟ انا نشوف المنتخب تاعنا يعني ينجم يلحق النهائي. النهائي. علي بن شيخ، هل توافقه الراي؟ هل المنتخب مثل ما قال قويري وقال حلمي سي ان راف كو ندي لا كوب دافريك مع الجيري، اسكو نقدروا نديروا لا كوب دافريك في المغرب ولا تعتبرها محطه لتحضير كاس العالم؟ لا سا فا دور ولا باش تدي لا كوب دافريك. انا كيما كنت نقول من الاول سي اون اكسيلونت بريباراسيون لا كوب دي موند. نديروا باش نديروا اون بون كوب دي موند، ولكن سا في با دير بلي برومي تور اليميني. عندنا هذوك اللاعبين راهم يلعبوا كاع، سيتيتهم كاع راهم يلعبوا كاع في اوروبا تقريبا كلهم راح يلعبوا شامبيونز ليغ كاع يتيك. دونك ولا افيك سيت ارمادا دو جوار ما نجموش نروحوا كيما قال لك سوا الكاري سوا لا فينال. Ça veut dire que il faut revoir. لكن الكثير يقول لك باننا على مرتين دوك لي دو دانيير كوب دافريك تريمينينا برومي تور. هل نوصلوا لا فينال هكذا نديروا هدف تاع لا فينال سي با طرو يعني دو فوا تروح برومي تور اليميني ما تكلاساش ميم با مع لي ميور تروازيام، ومن بعد التورنوا اللي موراها الواحد يقول ديريكتومون نروح فينال ولا دومي فينال. ماشي سي بصح انا كاع كي ندخل لك في هذه المحاكي هذه نجم نقول لك بلي الجيري راحت 4 فوا لا كوب دي موند. كيفاش دوك ما نروحوش لا كوب دي موند؟ ما نقعدوش نهضروا على الماضي، صح، ما نهضروش على الباسي. حنا دوكا كنت تقول لاعبين ما يلعبوا تشامبيونز ليغ قدام في دي كلوب كوميم لاباس بهم وكلش. واش راني نقول لك؟ سيتادير اون بو الي اون فينال كوم اون بو اتر اليميني مي اون نا با لو دروا داتر اليميني برومي تور. لا هذه ما ميم دوزيام تور ما عندكش دروا تيري والو في الفوتبول تو تي بوسيبل. نعم سي با مي avec cette armada ou un staff technique qui vraiment في المستوى العالي. je pense que notre équipe la moindre des choses soit تروح فينال سوا تروح كارت دو فينال. سي ديجا كارت فينال حبيت تقول ان شاء الله كارت فينال ولا فينال بوركوا لا كارت فينال بعد كاين دومي فينال حبيت تقول كاري كيف كاري ولا فينال صافي دير ولا ما تنجم تروح كارت فينال تنجم تروح دومي فينال ولا فينال. بين هاد الحوايج جو بونس هنا دوزيام تور نو ويتيام فينال لا دوزيام تور انا ليا نو باسكو سي تاني شك يشك علاه يشك باسكو عندك لاعبين يلعبوا كاع في لي كلوب في المستوى وقدام بعد ما تنجمش تروح ميم با الاخر صافي. هنا يفو بيان ريفليشير ولو سيرتان جوار اللي يلعبوا في سيرتان كلوب ils vont se retrouver en équipe nationale contre des nations africaines. c'est pas le même jeu هذاك تاع هذوك لي كلوب. سي دي جوار في مستوى وسي دي جوار دور. راح تكون من بين احسن المنافسات الافريقيه او الكؤوس الافريقيه. امين اكساس، واش رايك انت في هذا النقاش حول الهدف من هذه المنافسه؟ الان تاهلنا رسميا، هل التاهل الى كاس العالم يجعلنا نحضر كاس العالم بكاس افريقيا ام علينا ان نذهب الى ابعد حد؟ لا بيان سور اليوم باللاعبين اللي عندنا اليوم بهذا المستوى اللي قدموه في اللقاءات الاخيره، عودنا شفنا روح جديده في الفريق، مدرب جديد، عقليه جديده. لهذا سيفري لازم اولا نفكوا العقده، نحو هذيك العقده تاع بريماتور بيان سور باسكو انت دو فوا ما تكاليفياش للدوزيام تور وما تكلاسا ديرني دو كلاسا ديرني، وكانت مهزله وكانت صدمه لكل الجزائريين حقيقه نقولوها. ومن بعد تقول لي نروح ندير كوب دافريك، لا ما كاعش. اول نتاهل الى الدور الثاني ومن بعد يتبدلوا المعطيات باسكو هذه كاس ما فيهاش 20 لقاء. نعم هذه لحقت لا فينال عندك 6 ماتش. يعطيك الصحه. لهذا اولا نتاهلوا ونشوفوا كيفاش راح تكون التاهل ديالنا ومن بعد مردود بيان سور المردود. حنا نهار دينا كوب دافريك في 2019 كان المردود حقيقه كنا نلعبوا مليح، لعبنا ضد السينيغال ضد كوت ديفوار ضد نيجيريا، لعبنا من اقوى الفرق. انت على حسابك سي لابيتي فيان اون مونجون يعني الشهيه مع الشهيه. شوف احنا ما تاهلناش دو فوا هكذايا، مش ما تاهلناش، تاهلنا لكاس افريقيا ولكن لا ما تاهلناش للدوزيام تور. نعم دوزيام الدور الثاني نتاهلوا ومن بعد يتبدلوا المعطيات، بعد خاصة ولا قدمنا مردود لا باس به، ومن بعد بالمردود هذاك ولا كنا نلعبوا مليح ونربحوا افيك دي سكور 2-0 3-0 يكون الاداء ونتيجه. بيان سور نطمع نقول لك نروح الى ابعد حد. لهذا بالمجموعه اللي عندنا وبالمدرب الجديد اللي حقيقه بعد النكساتين اللي كنا
واحد ما كان يظن باللي نعاودوا نولوا بسرعه. صح. عاود المدرب هذا جاب عقليه جديده، عاودنا ولينا الى المستوى المعهود، ولهذا ان شاء الله ومع ذاك يلحق نلحقوا لهذاك النهار في الكاس افريقيا، نشوفوا كيفاش ان شاء الله لما لا نروحوا الى ابعد حد. المشكل علي اسمح لي، المشكل هذا كاس افريقيا تبدا في ديسمبر تخلص في جونفي. نعم. هنا المشكل المنتخبات هذوما اللي راح تاهل كاس العالم. رضوان ما تقدرش يعني تحضر زوج منافسات كبرى في نفس الموسم، كاس افريقيا ثم كاس العالم يبدا في كاس جوان. هذا هو الاشكال تاع المنتخبات الافريقيه. نعم. انا والله علي احب الدرس. شوف انا كيفاش نشوف راح يلعبوا هاد لا كوب دافريك في ديسمبر جونفي ماشي شهرين، سي با دو بروميي نو سي دو 25 او 25 دو 25 ديسمبر 25 ان موا هادي اللي يروح لا فينال، اللي يلحق لا فينال، اللي يروح لا فينال واللي تيليمينا بريميتور سمع 10 ايام باي باي. دونك هادي وحده. ما لافونتاج اللي عندنا احنا محمد، عندنا هنا فونتاج اللي ما لازمش ننساوه، لان تلعب في ديسمبر في المغرب، تسمى كاين اللي يلعب في ديسمبر في باريس او في مارسيل او في برشلونه، ولا خلينا من الجزائر ناض باسكو سي دي جوار اللي يلعبوا في الاوروب، تسمى ديسمبر يلعبوا في اوروبا والو ماشي كيف الالمان البرد، مي سي ان كليما دو مليح. دونك ولي تيران جو سوبوز كو ملاح في المغرب. نعم. دونك اخي هنا هذه اللي قلت لك لي جوار هنا يسون اليس بارابور كيقول لك نروحوا لافريكا يسخانا تغمينا، انا ما عندك ما تغمى والو. ان شاء الله باش يديروا بريستاسيون في المستوى واضح. خلينا نروحوا دائما مع المنتخب الوطني، نبقاو دائما محمد وامين. واقع التواصل الاجتماعي لحظه ايقاف يوسف البليلي في مطار باريس بعد ما كان يعني ان صح التعبير اشتبك مع واحده من ليزوتيس دولير، واحده من مضيفه الطيران. كيفاش خرج الاخبار هذايا وشنو تم تداوله وشنو قال بوه حفيظ البليلي لموقع الهداف الجزائري. نرجع نحكيو على الموضوع هذايا اكثر تفاصيل. ان توكا لا بون نوفيل بشرى لاخبار لمحبي ومتابعي الترجي. الموضوع اللي اسال الكثير من الحبر هو موضوع ايقاف يوسف البليلي في مطار باريس اليوم الصباح وهو مروح من نيويورك لتونس. يبدو أنه حسب الصحافة الجزائرية كونه صارت مناوشة بينه وما بين لوتيس دولير في علاقة بالسانتور دو سيكوريتي. ما حبش يحط السانتور دو سيكوريتي يعني في التراجي ما بين نيويورك وباريس. صارت اون التركاسيون، الشيء اللي خلى غاديكا لي ممبر دو ليكيباج يكلموا الشرطة في فرنسا في المطار. دونك دوم مهبط وقفوه. هذايا اللي أكدوا حفيظ البليلي والد يوسف البليلي اللي قال كونه بعد الخوض هذايا الكل قال اللي تم اطلاق سراح لاعب المنتخب الجزائري والترجي يوسف البليلي بعد ما حقوا معاه وسمحوا له باش يغادر باريس في اتجاه تونس. كما قلت معناتها الامر الكل يتعلق بكونه رفض باش يلبس السنتور دو سيكوريتي من نيويورك لباريس، ومن بعد طورت الامور وصلت حتى يعني الشجار. على فكره باش كان ما يعملش هكايا ما يكونش يوسف البليلي. يوسف البليلي توا اسمه مقترن بالشغب بالشو. يوسف البليلي عامل مشكله في جردان كرتاج، يوسف البليلي ماهوش في جد في الترجي، يوسف البليلي توقف المطار، يعني اقترن اسمه بالشغب. اي ما بون هوني معناتها ذي فما دي نورم دو سيكوريتي، فما دي نورم ريسبكتي، ما فماش معناتها سي اوتوماتيك سي سيستماتيك. معناتها تركب في الطياره تلبس سانتور دو سيكوريتي نتاعك. لكن كان ما يعملش كيكا ما ينجمش يكون يوسف البليلي. ديما يوسف البليلي لازم باش يحب يكون ديفيرون على المجموعه. هو دو توت لي مانيير بعد ما صارت الحكايه هذيا وديما راهو نرجع نقول حسب الصحافه الجزائريه خاطر الترجي الجزائري التونسي ما عبرش على موقفه من اللي صار الى حد الان. سافوار اسكو باش يهبط كومونيكي ولا لا، ولا انه زاد الجماهير من حقها زاد مولاباس زاد الجمهور يقعد يتبع في الاخبار من عند الصحافه الجزائريه. اي زاد يوسف البليلي راهو توقف ما كانش مع الوفد اللي راجع لتونس
تونس كمل مشى كمل ايامات غاديك مروح توقف كيف اي شخص ينجم يتوقف راهو يعمل مشكله يتوقف. لهنا ما عنده حتى ليزون بليسبيرونس. يوسف بليلي خارج اسوار الحديقه لي اون داكور راهو ما عنده حتى علاقه بالترجي الرياضي التونسي. لي اون داكور اما زاد راهو لوسكيل ساجي دان جوار اللي هو فيديت في الترجي الرياضي التونسي. وداير حمدي المدة بحسب ديما نقول راهو حسب الصحافه الجزائريه راهو تدخل بعث كلف ان افوكا غاديكا باش يمشي يفضلوا الامور. ابار حمدي المدة بدات دخلت السفاره الجزائريه في باريس. كما استمعنا جميعا ماذا قال جمال سجاتي صاحب برونزية سباق في 100 متر في أولمبياد باريس 2024 منذ أيام فقط. كما استمعنا الشبشرة الكبيرة التي تعرض لها العداء الجزائري قبل الانطلاق السباق بدخول أعضاء من مكافحة المنشطات الرياضي إلى مقره في باريس من أجل التفتيش. حسب الكثير من الإعلاميين هناك قالوا بأنهم يريدون التشويش على العداء الجزائري قبل انطلاق السباق، وهو مكان سجاتي للأمانة كان يستطيع الحصول حتى على الذهبية في ذلك السباق، لكن اكتفى بالبرونزية العداء الجزائري الشاب، فيما آلت الذهبية للعداء الكيني والفضية للعداء من كندا. أكيد سجاتي يبقى واحد من أبرز الأسماء الجزائرية في السباقات القصيرة. إن شاء الله بالتوفيق له في أولمبياد أمريكا 2028 إن شاء الله بعد 4 سنوات من الآن. سجاتي سوف يدخل إن شاء الله للفوز بالذهبية في أولمبياد أمريكا. كما لا ننسى أيضا أبطال الآخرين وهي كليان عمور صاحبة الذهبية في جيباز والملاكمة الجزائرية إيمان خليف صاحبة كذلك الذهبية في وزن 66 كيلوغرام. إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله للوفد الجزائري في ملتقيات أخرى ومشاركات إقليمية وحتى قارية قادمة. وهنا شباب قد وصل إلى نهاية فيديو. ما تنسوش دعمنا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم قريبا. السلام عليكم.